حلقة منتظرة من جميع المستثمرين، ناس كتير طلبتها مننا. كالمعتاد بنحاول ان احنا نلبي طلبات المستثمرين. معنا النهارده الاستاذ منصور عامر، رئيس مجلس اداره عامر جروب القابضه، اللي اوفى بوعده للبرنامج ومشرفنا النهارده. برحب بيك استاذ منصور، منورنا. اهلا بيكم والساده المشاهدين. في البدايه طبعا ارجو سعه الصدر لاي اسئله ممكن تطرح. خالص. هاخد راحتي خالص. انا جاي اجاوبك على اللي كل نفسك فيه. تمام. طيب مبدئيا استاذ منصور، يعني يمكن عندنا شكوى مستمره ودائمه بشكل يومي تكاد تكون، يعني من اداء السهم في البورصه منذ الطرح وحتى الان، وصلت لحد البكاء. يعني كان في احدى المشاهدات بكت على الهواء في احدى الحلقات. السهم تقريبا فقد 60% من قيمته من ساعه الطرح حتى الان، من 2 جنيه 80 وحتى وصل لحدود او مستويات الجنيه. يعني في مستشار مالي مستقل قيم السهم ب 2 جنيه 80، السوق قيمه في حدود الجنيه. فعندنا حل من اثنين او حاجه من اثنين، يا اما المستشار المالي كان مبالغ في تقييم السعر الى حد ما، او السوق فيه مشكله بقى، والسوق المفروض ان هو آلية تقييم وتسعير وعرض وطلب. يبقى في مشكله في السوق، يا في مشكله في المقيم او المستشار المالي المستقل. تعليقك. نحكي الحدوته. اتفضل يا فندم. طيب، اولا ما فيش حاجه اسمها مستشار مالي مستقل بيقيم سعر سهم. ده مش موجوده في طرح البورصه ده خالص. عامل 2 جنيه 80 دي اتحددت على اي اساس؟ احكي لك الحدوته تيجي ازاي. اتفضل يا فندم. يمكن معلومه ما حدش يعرفها ساده المشاهدين، مش الشركات يمكن الوحيده او يعني القله القليله اللي طرحت في السوق بصفر اسم شهره. يعني اسم الشهره لا شيء. احنا دخلنا السوق وكاننا احنا ما لناش تواجد في السوق ولا لنا حجم في السوق ولا اسم عامر ده بيبيع في السوق، لا احنا دخلنا قلنا احنا ده حجم الاستثمارات اللي احنا حاطينها، ده راس مالنا، دي المشروعات اللي احنا بنشتغل فيها، ده المبيعات اللي احنا بايعينها. خلاص. يا صناديق سياديه عالميه ويا صناديق ماليه عالميه قيمي هذا الكلام، لفينا العالم شوفي هذا الكلام، واحنا شايفين شايفين السهم يسوى من كذا لكذا، ومستنيين نسمع اسعار. عند 2 جنيه 80 لقينا ان احنا 70% من اللي شاريين، من اللي حاطين مؤسسات عالميه، اسماء اللي ما تحلمش انها تستثمر معانا، كلها مستثمره في عامر جروب. فجينا قلنا خلاص ده السعر، ده الرقم اللي هو الموزون اللي يقدر اللي ما بيقدرش يذاكر كويس الكتاب العام يقدر ياخده وهو مطمئن انه في ناس حسبت له الحسبه دي ازاي. كنا على فكره متغطيين بالكامل على 3 جنيه 60. يعني احنا لو طرحنا الكتاب ده على 3 جنيه 60 كان مشي. ان انا مغطي بالكامل، انما مين اللي كان مغطيني 3 جنيه 60؟ لا، كانت مؤسسات صغيره. احنا حبينا نقول لا، 2 جنيه 80 سعر يطمن الناس كلها. لما طرحنا هذا الرقم على الكتاب العام اتغطى كم مره؟ 5.8. 5.8. يبقى اذا كان رقم ايضا مغري جدا للناس انها تخش وتكتتب فيه. طب امال تفسيرك للي حصل للسهم؟ نحكي الحدوته. اتفضل يا فندم. السهم ماشي من يوم ما طلع في اخر نوفمبر لغايه يوم 16 يناير، يعني شهرين. لو في حاجه غلط في السهم ده كانت على طول ضربت في نفس اليوم، في حاجه مش مظبوطه. انما شهرين ما طلع 289، يعني طالع فوق. هو اول يوم طبعا ماشي. وبعدين ماشي 83، وبعدين ماشي يوم 16 يناير عمل كده 74، 274. يعني نزل 3%. معدل عادي، يتاثر باي خبر صباح الخير مساء الخير يبقى يتاثر زي اي سهم، زي السوق ما هو طالع او نازل. الرينج 3% لمده شهرين. ناخد بقى شويه احداث من بعد بقى 16 ناخد يناير. احداث بقى. في عندنا لو هتلاقي عندكم في انا اديت جراف كده. ايوه هيطلع سعر ده. السهم هيطلع ده. ناخد شويه احداث. اتفضل يا فندم. ثوره تونس بدات تبان عندنا اثرها في مصر. بدا الاعلان عن عاوزين يوم 25 يناير مظاهره. بدات احداث الثوره، توقف البورصه فتره طويله، هتلاقيها فلات على السهم. رجعت البورصه تشتغل. حاله انزعاج من ناس كثيرين جدا، صناديق عالميه وغيره، عاوز يخرج بره السوق، بيبيع بيع عشوائي، عاوز يخرج في اي حاجه. طلعت مشاكل على الاراضي، قال لك سحبوا اراضي من ده، حطوا ده تحت التحفظ.
ربكه عامه في السوق، أو كل الناس متوجسه، السوق العقاري بالكامل نازل. انا مش عامل جروب نازله، السوق كله نازل، السوق العقاري تحديدا. يا ريت نشوف بس الرسمه على البلازما هنا عشان ايوه ايوه تمام. هتلاقي حضرتك لغايه يوم 16 يناير السهم ماشي فلات فوق، كله 3%، كله في حدود 3%. وبعدين دي فتره توقف البورصه، وبدا من احداث يناير، من الاحداث كله نازل. بعد كده هتلاقي بعد كده بقى ايه، ناس في قنا قطعت القطر. طب ده عامل جروب ماله؟ امبابه خبطوا في بعضهم، عامل جروب مالها؟ سحبوا الارض من شركه فلانيه، عامل جروب مالها؟ هل حصل موضوع الخلط ده بين شركه عامل جروب وشركات مثيله لها بتمر بمشاكل؟ بيحصل بانيك للمستثمر عامه. اي مستثمر يقول لك يعني طب وانا مش عرفني وانا مش عارف، طب دول موقفهم ايه ودول موقفهم ايه؟ مفيش وضوح رؤيه لسه. يعني في بتيجي ضربه لاي مستثمر عقاري بتسمع مع الناس كلها. يعني تحفظ على رجل اعمال معروف جدا في البورصه، تحفظوا عليه يوم ما تحفظوا عليه اسهمه مالهاش علاقه بالعقار، ده العقار ينزل ليه؟ تنزل. يعني ففي هو برضه خلينا اوضح نقطه. أيوة. يمكن الخلط حصل ان في من ضمن الشخصيات المجمده ارصدتهم شخص يدعى سليمان عامر، فانا مش عارف هو يمكن الخلط جه من هنا مع منصور عامر. هل تشابه اسماء فقط ولا من العائله؟ لا هو مفيش علاقه اصلا خالص. مفيش اي علاقه. دي شركه ودي شركه وده دي عيله ودي، ما فيش اي علاقه خالص. يعني لا ده هو اللي كان نشر قبل كده حاجه زي كده يعني. طب ليه يا فندم ليه اصريتوا على طرح الشركه في هذا التوقيت رغم اعتراض بعض مستشاري الطرح منهم هيرمس ودويتشا بانك وسيتي بانك وانسحبوا من الطرح؟ ايوه اعترضوا على التوقيت ده. التوقيت كان قبل انتخابات مجلس الشعب، كان لسه بعد على طول اجازه العيد وفي موسم حج، قيم التداول كانت متواضعه جدا وشهيه المخاطره بشكل عام في السوق طيب. كانت منخفضه بشكل ملحوظ. ارد في كلمه واحده عشان نخش في موضوعات اهم من كده. اتفضل يا فندم. طيب حضرتك النهارده بتقول لي ايه اللي خليته احنا كنا شايفين كشركه ان احنا عندنا خطه توسعات ممتازه جدا، عندنا فرصه انتشار بره مصر بصوره رائعه جدا. احنا الشركه الوحيده اللي عندها براند عقاري. بورتو صحيح، ده اسم صحيح يسوى كثير. وبورتو هو الحل الامثل للتنميه السياحيه في السعوديه مثلا. لو خدت بورتو مارينا ازيتيز وحطيتها في البرازيل شغاله، وحطيتها في الصين شغاله. الصينيين بينزلوا البحر وبياكلوا في مطاعم ويشتروا في المول وبيناموا في الاوتيل. فانت عندك براند عالمي تقدر تاخده في العالم كله، ودي الفرصه اللي احنا كنا عايزين بنطرح عشان عايزين ندي للشركه كاباسيتي تطلع تنتشر وتاخد فرص استثنائيه حول العالم، وتبقى شركه مصريه بتجوب العالم وتعمل صناعات مصريه. بغض النظر عن التوقيت كان التوقيت مناسب يا فندم، أو غير مناسب؟ التوقيت كان ممتاز. ممتاز طبعا. ما هو النتائج. لما تيجي نقول النهارده انت اتغطيت كم مره في كتاب القطاع الخاص؟ 3 وحاجه. 3 وحاجه. دي حلوه ولا وحشه؟ تمام. طب اتغطيت 5 و8 في الكتاب العام، دي حلوه ولا وحشه؟ يبقى انت جايب مجموع عالي اهو. يبقى اذا توقيتك كان صح. يبقى تقديرات الاخرين اللي كانتش مظبوطه، او يبقى في مشكله في السوق بقى. يبقى السوق هو اللي فيه مشكله. ابدا، الاسم جيد والبضاعه حلوه. فانت لما لفيت بيها العالم اشترى. بس عندنا مثل بيع سلعه جيده، هي الفكره كلها انت بتبيع سلعه شكلها ايه؟ في مثل في البورصه بيقول لك حسن السوق ولا حسن البضاعه، حتى لو البضاعه كويسه بس والسوق مش مناسب او مش ملائم يبقى البضاعه مش هتبان. وبرده في قاعده ثانيه يقول لك ان السلعه المميزه خدها في اي وقت انك انت دي ليها قيمه. فلما طلعنا الحمد لله الناس في حدوته حلوه وفي شغل كويس وفي ما شاء الله ارباح غير عاديه وفي شغل كويس ما شاء الله معمول، يبقى اذا انا براهن يبقى لما اتغطى 5 مرات 5 و8 و10 يبقى نجحت ولا نجحتش؟ نجحت. التوقيت كان صح. طيب لما نستمر شهرين بعديها طالع 3 نزل 3 ده عادي، ده شيء عادي، ده شيء طبيعي بيحصل في اي سهم خلاص الى ان يتم استقرار ده. احداث كلها لا شأن لها بالمجموعه ولا شأن لها باي شيء. يعني انما لو هتقول هتلاقي القطاع العقاري بالكامل هتلاقي الناس كلها هديت في توجس، لانه معظم القضايا ومعظم الانحرافات اللي موجوده ارتبطت باراضي. فعشان كده الناس مش عارفه. هو انا متفق معاك ان ممكن يكون الطرح نجح في تغطيه اكتر من مره، ولكن بعد الطرح اداء السهم لم يرضي طموح المكتتبين. فده هيدخلنا بقى سبب ناتج عن ايه؟ ايوه فندم. اذا كانت اسباب سياسيه وامنيه تمام لا علاقه لها لا بالسهم ده ولا اصلا الاسهم الثانيه برضه نازله نفس القصه. صندوق استقرار سعر السهم طيب لم نشعر به من قريب او من بعيد، ما حدش شعر بيه وشفنا ان السهم بينزل ما شفناش تدخل للصندوق بشكل قوي. عامه نحط قاعده. صندوق استقرار سعر السهم في معظم الاحوال
بيبقى في رينج حوالي 10%. احنا حطينا 15%، وهيئه الرقابه الماليه قالت خلوها 15% من قيمه الطرح. رقم 172 مليون جنيه. خلصوا كلهم. استخدمنا 97% منه. ازاي لم يشعر؟ لا، موجود. استخدمنا 97%. يعني احنا مهم. مين يا فندم اللي بيبيع بالخساره دي؟ يعني اذا كان في مؤسسات عالميه وكبيره، والمؤسسات دي بيبقى عندها اقسام بحوث ودراسات وما بتخشش في السهم غير هي لما تكون عارفه قررت تبيع امتى؟ بيبيعوا ليه؟ هي قررت تبيع لما شافت مصر ده بيخبط في ده، لما شافت مساجين بيقطعوا شوارع، لما شافت انفلات امني، لما شافت مظاهرات ووقفات احتجاجيه عماليه، لما شافت صوره ضبابيه مش فاهمين فيه ايه. فهو اعذره، راجل قاعد في امريكا وراجل قاعد في الخليج وراجل قاعد في اوروبا، هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. يمكن احنا كمصريين مؤمنين ببلدنا وعارفين انها هتعدي وهتبقى احسن بلد في العالم انما هو قراره كده. ملاش دخل فيه، ملاش دعوه باداء السهم بتاعنا. ده اللي انا عايز اقوله. اسهم الخزينه. اسهم الخزينه اعلنتم عن شراء 101 مليون سهم. وانا عايز اعرف يعني الشركه منتظره ايه حتى الان؟ يعني السهم بقى بجنيه دلوقتي، بقى بنتكلم في جنيه 10. طيب الشركه منتظره ايه اكتر من كده؟ يعني دلوقتي السعر بقى خلاص ما فيش اكتر من كده اعتقد. يعني احنا لازم حضرتك تعرف حاجه. احنا دايما بنعد نفسنا ان يبقى عندنا صلاحيات نعمل حاجه، عاوزين نجهز عشان كنا عندنا ساعتها شايفين احنا اول ما تفتح البورصه نخش نشتري اسهم خزينه. احنا كنا شايفينها كشركه سعرها ممتاز. يعني احنا شايفين فرصه استثماريه. انا مش داخل اشتري بمساهمين، انا داخل استثمر في السهم لان انا شايفه ده برقم هنكسب فيه كويس جدا. اقل 60% من قيمته يعني هنكسب فيه كويس جدا. ايامها نزل كان 100 و180 كان هنكسب فيه كويس جدا. يعني احنا 100 كنا داخلين نشتري. طيب حلو. كان ب 186. خلاص هقول لحضرتك على معلومه دلوقتي عشان تقول لي انا عاوز الاجابه انت تجاوبني عشان بس نخلص الموضوع ده. لو احنا اشترينا ال 101 مليون سهم ده ساعتها كان ثمنهم 187 مليون جنيه. خلاص عارف كنت احقق خساره في الربع الاول قد ايه؟ 82 مليون جنيه. هل ده كنت انا ساعتها ابقى امين على اداره شركه زي دي؟ هل ده ساعتها انا كمساهم قاعد معايا خلاص اورطه مثل هذه التوريطه، اضيع له فلوس بهذه؟ احنا لقينا اول ما لقينا فتحت الشاشه، انا عندي الاسماء اللي بتبيع باينه عندي كشركه، اسماء المساهمين، وشايف صناديق اللي كانت واخده خارجيه بتبيع اي حاجه، اي سعر، ماركت برايس، اي حاجه لما تيجي. وفي ناس خارجه. لا يمكن اضحي بفلوس مساهم قرر انه يقعد في المجموعه وباقي في المجموعه عشان ادعم بيها واحد خارج بره المجموعه. ده مش اثيكلي، ده مش صح يعني في الامانه اللي انا مؤتمن عليها. كان يترتب على كده ان انا اجلس النهارده لما يجي اخش جمعيه عموميه اقول لهم والله احنا اسفين جدا، اصل احنا اضطرينا ان احنا خسرنا 82 جنيه 2 مليون جنيه في اسهم خزانه. ده هيبقى في الربع الاول فقط، يعني كان ممكن تعوضهم بعد كده. انا فاهم، بس انا بتكلم على انا لازم اشد خط في كل وقت. وكنت خرجت كاش بره المجموعه 187 مليون جنيه كمان كان ممكن يطلعونا نعمل مشروع جديد في حته جديده النهارده ونقوم فرص جديده. طب في الوقت الحالي يا فندم او في السعر الحالي امتى الشركه هتتدخل في الشراء؟ انتوا مديتوا فتره الشراء شهر اخر. احنا لسه طالبين الهيئه ضد. انما انا عايز اقول للساده المشاهدين حاجه مهمه جدا جدا، او الساده المساهمين كمان حاجه مهمه جدا. انا عاوز اقول لهم يفهموا السهم ده يعني ايه النهارده، ايه قيمه السهم اللي احنا فيه ده، علشان يعرفوا انه اي واحد بيبيع النهارده هو بايع بخساره مالهاش لازمه. وانصحه اوعى تبيع، اوعى تفرط في سهمك النهارده. السهم ده 35% من الورقه بتاعته دي فلوس كاش. ربحيه السهم 35 قرش؟ لا مش ربحيه. السهم ده جواه سيوله 35%، 35 من قيمه الشركه، 100 من قيمه الشركه سيوله نقديه. ده غير ربحيه السهم كمان ال 2010. نسيب يعني لو ضفناها عليها تبقى السيوله النقديه مش بالصفحه، مش صفحه، هو السيوله النقديه المتواجده في البنوك. خلاص 35% من قيمه الشركه، يعني الورقه فيها فلوس 50. طيب لما اجي اقارن بالاصول، صفينا الشركه دي النهارده لا قدر الله، خلاص انا كمساهم اخد ايه؟ اخد ضعفين ثمن السهم الحالي اصول شركه. يعني قيمه الاصول اللي موجوده النهارده في الشركه ضعف قيمه السهم.
النهارده القيمه الدفتريه للسهم هي اللي بتاع فيها السهم. هل يعقل سهم عامل جروب يبقى بقيمته الدفتريه؟ هذا السهم عنده لسه 4000 شقه بيسلمها ويدخل ايراداتها، عنده سنتين يقدر باذن الله يحافظ على نفسه معامل ربحيه باذن الله، سنتين نقدر نحافظ على نفس القصه اللي احنا ماشيين حتى لو معناش بيع جديد. هذا السهم اللي عنده فرص استثماريه بره مصر اكتر من مصر كمان. هذا السهم اللي فيه فين اسم التجاري وفين الشغل، فين الاصول الموجوده، فين الانشطه، فين التنوع الموجود. فعشان كده نقول للناس اللي بيبيع النهارده بيخسر وبيحقق خسارته. وايه الباعث على كده؟ سيبنا اقعد مع السهم ده، اصرف منه كوبونات، خد منه فلوس. السهم ليه قيمه. هل هتوزعوا ارباح كوبونات ال 2010 ال 35 قرش؟ ممكن توزع منها جزء سواء نقدي او مجاني؟ احنا كان عندنا واحنا في الطرح كنا قايلين ان احنا مش هنوزع السنه دي علشان يبقى الفلوس اللي داخله نقدر نستثمرها في مشروعات في خلال 2011. انما انا هناك يعني توجه من جانبي انا ان شاء الله ان انا اعرض على مجلس الاداره اللي جاي مع نتائج 3 باذن الله، محتاجين 3 ان احنا نشوف هقترح على مجلس الاداره، واذا وافق هنعرض على الجمعيه العموميه. طب ده خبر مهم ده ان احنا مش شرط هتكون شكل ايه، انما نشوف ازاي اذا كان نقدر نطلع اسهم، نقدر نطلع ايه، هنشوف ان احنا ازاي نقدر نعمل حاجه برضو نفرح بيها الناس او نساعد بيها الناس في المرحله الجايه. تمام، ده خبر مهم جدا واعتقد ان هو هيسعد كتير من المستثمرين. بس برضو انا ما عرفتش الاجابه على شراء اسهم الخزينه، امتى هتشتروا؟ احنا لسه بنوازن، انا ده الموازنه اللي احنا بنوازن بين الاثنين. احسن ان احنا نحط فلوس في خزينه ولا احسن ندي ارباح للناس؟ يعني ده الموائمه اللي احنا هتقعد على مجلس الاداره وهنشوف الحاجه الصح ايه وهنعملها. طيب الاسهم اللي اشتراها صندوق استقرار دعم السهم هتتصرفوا فيها ازاي؟ هي اسهم خزينه تعتبر برضه. هتتصرفوا فيها ازاي بعد كده؟ هل هتتباع ولا هتعدم؟ انا عشان حضرتك تبقى عارف احنا مفيش قدامى المساهمين ولا واحد باع ولا سهم. انا ما بعتش ولا سهم ولا شريكي باع ولا سهم ولا حد باع ولا سهم. هو الوقف الوحيد فتره التجميد خلصت خلاص، 6 شهور. فتره التجميد على وشك انها تخلص خلاص. هو المفروض الشهرين اللي احنا وقفنا فيهم بيستبعدوا من فتره التجميد؟ ما اعرفش دي انظمه ما اتصورش يعني. انما احنا بغض النظر احنا ما عندناش توجه لاي بيع خلاص. جميل، ده برضو خبر مهم. ده سهم انا يعني انا مش هشترك في جريمه ان انا احقق خسائر. انا شايف سهم شكله ايه. انا شايف ما فيش حاجه اسمها سهم 35% منه سيوله. يعني عارف يعني ايه؟ يعني ما شاء الله احنا شركه في حاله ما شاء الله صحيه جيده جدا ما شاء الله، وتستطيع انها في الفتره اللي جايه دي لازم الناس تفهم كده. السوق فريز بيفرز واوضاع بتتغير. طيب مين اللي هيقدر ينط وياخد حصص من السوق في الفترات الجايه؟ الشركات السليمه بفضل الله، والشركات اللي عندها قدرات تنفيذيه واللي عندها ملاءه ماليه تستطيع انها تخش وتحتل مكانه في السوق اللي جاي ده. فعلى الناس انها تراهن على اللي جاي. لازم الناس تحط في حساباتها. احنا مش بنصفي شركه، احنا لازم نبص النهارده احنا وضع السوق بيحصل فيه ايه، والدنيا بالذات السوق العقاري ايه اللي حصل فيه، وايه العاملين في السوق حصل فيهم ايه. طيب ويبقى اذا فرصه عمل جروب في وسط ده فين؟ وشكلها ايه؟ بالنو هاو بتاعها وبقدرتها على انها تاخد اماكن تحولها الى ديستنيشنز واضحه وصريحه وجاذبه. يبقى لما يكون معاهم كمان باذن الله سيوله يبقى اذا دي شركه تقدر تعمل حاجه، وهو ده الشغل اللي احنا بنتكلم عليه. استاذ منصور عندنا فاصل دلوقتي، بعد الفاصل هنتكلم على فكره رد الشركه ارض مرسى مطروح بناء على طلب الشركه. العالمين. العالمين. هل الارض دي كانت مقيمه من ضمن اصول الشركه عند الطرح؟ يعني كانت داخله من ضمن السعر 2 جنيه 80. هل تم اخذ موافقه الجمعيه العموميه برد هذه الارض ام لا؟ هعرف الاجابه ولكن بعد فاصل سريع مشاهدينا، ونرجع مره ثانيه. خليكم معانا.
مره ثانيه وبرحب بالاستاذ منصور عامر رئيس مجلس اداره عامر جروب. برحب بيك مره ثانيه يا استاذ منصور. اهلا بيك. ارض العلمين تم ردها بناء على طلب الشركه. هل اداره الشركه اكتشفت ان المرحله الثالثه من جولف مارينا ليس لها جدوى استثماريه، ولا ايه اسباب رد الارض؟ هي طبعا اكيد بالتخصيص، اكيد يعني كانت بالامر مباشر. ما فيش حاجه اسمها مباشر. ها ما فيش كان حاجه فيها اسمها كان فيها مزاد. لا لا. اه وهو مزاد عشان ايه؟ حضرتك انت عارف ارضي فين؟ في العالمين. تسمع العالمين. اسمع. عارف في قطر جنوب العالمين اللي هو قطر مطروح، تمام، اللي بيودي الميه ده. تمام. جنوب القطر فيه الغام. وفي منطقه صحراء. محافظه مطروح عندها هناك حوالي مثلا 500 مليون متر. دي عاوزه مزاد يعني؟ ولا عاوزه ولا يروحوا يدوروا على واحد يخبط عليهم ويشوف اي حاجه يعملها في المكان ده ده؟ فيها الغام، ده ياخدها ويدفع عليها يعني فلوس. فيها لو يعني كتر خيره اي واحد يفكر يخبط على المكان ده ويعمل فيها اي حاجه. هي اجمالي الارض قد ايه يا فندم؟ كام مساحتها؟ 2 مليون متر؟ 2 مليون وشويه. طيب نقول لك القصه بتاعت الارض دي. اولا احنا كنا حابين عاملين فيها جامعه امريكيه، كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي، وعاملين فيها اكبر حمام سباحه في العالم، عاملين فيها ديستنشن جنوب القطر. ليه؟ زي ما كنا اول ناس نعمل سياحه في الساحل الشمالي، زي ما كنا اول ناس دخلنا نعمل اول تطوير عمراني جنوب الطريق في الساحل الشمالي، وبقى كل الشارع اتباع، وعندك 47,000 غرفه بتتبني في المحافظه دي بعد ما كانت رخصه رقم 1 بورتو مارينا في 47,000 غرفه فندقيه بتتبني. قلنا عايزين نبقى احنا كمان نخش اول ناس جنوب القطر ونعمل تنميه عشان نفتح جنوب القطر لمصر كلها تيجي تنمي فيها. خلاص قالوا لنا سعر المتر ارض 20 جنيه. طيب وبعدين قال لك عاوزين لمحافظه مطروح على كل متر ارض 83 جنيه تبرع. ليه؟ قال لك نبني مستشفيات ونبني بتاع، المحافظه ما عندهاش موارد. حاضر، اتفقنا على السعر واشتغلنا. يعني اجمالي 103 تقريبا. 103 جنيه جنوب القطر. طيب ليه طريق؟ لا. ليه ميه؟ لا. ليه كهرباء؟ لا. مفيش بنيه اساسيه خالص. ولا حق ولا طريق. ما تعرفش توصل له غير لازم تعمل له كوبري فوق القطر عشان تخش الارض. يبقى لازم تبني كوبري عشان تعدي السكه الحديد عشان تخش الارض دي. من غيرها ما فيش، ما تعرفش تخش ترسم الارض حتى. خلاص. طيب لما جت تغيرت الامور بنقول لهم طيب يا جماعه عاوزين رخص موافقات عشان نبني. قال لك لا ما فيش دلوقتي. طيب عاوزين تصاريح عشان نبدا نخطط ونعمل. قال لك لا لسه ما حدش ينزل الارض. طيب في اقساط هتحل علينا في شهر 6. القسط 60 مليون، كل قسط 60 مليون. اقساط الارض دي 240 مليون جنيه. طيب في اقساط هتبدا تحل، ممكن ناجل الاقساط لغايه لما تبداوا انتوا تتعاملوا على الاراضي لا. من جديد تدوا رخيص. قالوا لا. قال لك لا. قلت لهم طيب شكرا جزيلا مع السلامه. ليه؟ انا النهارده ربان سفينه، عندي امواج قدامي، البحر مش كلير قدامي، امواج. لازم احافظ على الناس اللي معايا، لازم احافظ على السيوله اللي معايا. انا هروح اطلع 60 في 60 وانا ما فيش دخل قصادها؟ لا، احنا ما اتعودناش على كده. احنا بنحط فلوس بس نبقى عارفين ان احنا في قبل ما ال 60 ده هيجي ميعادهم هنكون بعنا ب 200. بس يا فندم المشكله ان الارض دي كانت داخله ضمن تقييم الطرح، وان هيتم او هيبقى في تدفقات نقديه نتيجه البناء على الارض دي والمشروع اللي هيتم على الارض دي، وهيروح لصالح المساهمين. فكده المساهم تضرر من رد هذه الارض. لا 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 لا، خليكم ننظم العمليه شويه. اولا ما فيش حاجه اسمها داخله في التقييم، لان احنا ما قيمناش اراضي. لما اقيم لك اراضي يعني عندي هنا في تقييم مختلف عن القيمه الدفتريه. احنا التقييم اللي احنا دافعينه بس احنا راس مالنا فقط لا غير. فاحنا ما خدناش ارض وقلنا دي تسوى كذا وخش معانا فيها، ما عندناش دي. لا، تدفقات نقديه ده عادي. ولذلك احنا كشركه عندي بدائل. انا مش معنى ان انا عملت كده، مش معنى ان انا دخلت بمشروعات معينه ان انا ملزم اكمل بقيه حياتي فيها. لو افترض ان انا لقيت نفسي ان انا لو الظروف القوه القاهره التي حدثت والظروف التي حدثت وحالت وخلت الاستثمار في هذه المنطقه يسبب مشاكل للمستثمر، قال لك احسن حاجه لا انا اخدك اطلع بيك ابحر بيك في بحر امن، احطك في مشروع تاني احسن، صورته واضحه اكتر، ناس عاوزه تشتغل، واحد عاوز يمضي عقد، واحد عاوز ينفذ محروع، واحد عاوز يعمل تنميه. فهي ده الفكره اللي احنا بنعمل. هل تم اخذ موافقه الجمعيه العموميه؟ مش محتاج. مش محتاج. ما انتش محتاج، ده تخصيص.
انت مجلس لا الاداره اصل له في صلاحيات. حالات مماثله، مثلا شركه بالم هيلز كانت فيها لرد برضو الارض في نفس المنطقه في مرسى مطروح، خدوا موافقه جمعيه عموميه. انت كمجلس اداره انت بتدور تستطيع ان تستبدل فرصه استثماريه باخرى لصالح المساهم. انت شايف لو كملت بالمنظر ده، ثم ان احنا ايه اللي خلينا ناخد القرار ده؟ هو ان احنا لسه عندنا 9300 شقه مرخصين في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه هنفتح نبيع جولف فيهم مارينا. بالظبط. فلسه عندنا مكان نمتد فيه، ما ضاعتش الفرصه الاستثماريه في المنطقه دي بتاعتنا. وهنحط الجامعه برضو معاها في جولف مارينا، جوه جولف مارينا، نقلناها الى جولف مارينا ان شاء الله. فبالتالي بقت الديستنيشن مهم اكتر، وبناخد نفس الفلوس نوجهها نجيب بيها عائد افضل من اللي كانت هنحطه في حته اكيد. طيب مهم قوي نعرف اجمالي محفظه الاراضي لدى مجموعه عامر جروب قد ايه، وكام في الميه من المحفظه اراضي بالامر مباشر او بالتخصيص اللي هي عليها مشكله ما اعرفش يعني ايه امر مباشر وتخصيص، عشان بس اكون يعني تم بيع الارض مش بمزاد، ما كانش في مزاد او مناقصه. انا في صورتين جبتهم معايا، ممكن تفتحوا لنا صوره منهم؟ اول صوره كده يا ريت يا فندم. بقول لزمايلي طبعا يعرضوا لنا على اول صوره لو امكن. دي صور للموقع نفسه. بس عايز صوره، ايوه صوره اهي. طيب انتوا كده يعني كنا عايزين نعمل حاجه، يعني شوف مثلا حضرتك احنا لما ناخد جبل زي ده ينقلب الى جبل زي ده، ممكن ناخد الصوره اللي بعديها. شوفوا انت بتعمل ايه كاول واحد يطلع فوق جبل. دي الصوره دي انا عايزين ندي جايزه للساده المشاهدين كده، قلنا دي صوره ايه؟ ده جولف بورتو مارينا قبل. ده جولف بورتو مارينا. هي دي الكنز اللي احنا الاراضي اللي بالامر ده امر مباشر. 15 متر تحت الارض حجر جيري لما يتحول الى اخف دم مكان في الساحل الشمالي، واللي صح المنطقه كلها وخلى الناس تستثمر جنوب الشارع كله، اقول له والمتر ب 33 جنيه يبقى امر مباشر. ده طب ناخد صوره ثانيه كده. شوف الصوره الثانيه. ده ايه ده؟ الساده المشاهدين برضو ناخد جايزه مع بعضنا. ده بورتو السخنه. شوف حضرتك هتلاقي قدامها على البحر في قريه على البحر. ايوه. مباني على البحر كده. أيوة. احنا مش على البحر، انتوا ورا. فوق الجبل. فوق الجبل، لان احنا مؤمنين ببلدنا وحبينا نعمر في بلدنا وحبينا نعمل شغل استثنائي جوه بلدنا. فطلعنا فوق الجبل وعملنا تلفريك وعملنا جولف فوق الجبل وعملنا حاجات استثنائيه. عارف متر المرافق بيكلفنا كام فوق الجبل؟ 450 جنيه المتر. الارض دي احنا واخدينها سنه 97. كان في حاجه يعني. طب وبعدين هو الدولار ده مش لمنصور، الدولار ده للي يرضى يستثمر في المكان ده. والله يا فندم ده كان سياسه الدوله كده. احنا مقتنعين جدا ومقتنعين حتى الان، يعني من زمان ودلوقتي، ان الموضوع ده مش بدعه يعني. اطمن حضرتك على حاجه، بس احنا نخشى ان حد برضو يرفع قضيه على الشركه ويقول ان يطالب ببطلان العقد عشان هو بالتخصيص. اذا بطلت عقود مصر كلها ستبطل عقود منصور. ربنا يستر. انما انا عايز اطمن حضرتك على حاجه. احنا اهم حاجه عندنا ان احنا عمرنا ما تاجرنا في اراضي، وعمرنا ما خدنا اراضي وحولناها الى حاجه ثانيه، وعمرنا ما تكسبنا من غير ما يكون هناك قيمه مضافه غاليه تتحط على المكان. فاحنا اللي معانا 17,000 وحده لسه مرخصه، لسه ما اتبنتش. انما في نفس الوقت عامر جروب وضعها الحالي عندها 4300 وحده متباعه لسه بتسلم فيهم. طب خلينا نتكلم على ده، لان حضرتك ليك تصريح انك بتقول ان ايرادات الشركه في الربع الاول من 2011 بلغت 340 مليون جنيه. ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ما شاء الله. فعايزين نعرف انت بتتوقع الاداء يستمر كده في الربع الثاني والثالث؟ وتوقعاتك ايه ل 2011 بشكل عام؟ بنقول للناس بالراحه، لانه لما ما شاء الله لا قوه الا بالله في الايام اللي احنا كنا فيها دي، وتجد انه في الربع الاول شركه بايعه عقار ما شاء الله لا قوه الا بالله 340 مليون جنيه. ده في شغل، في حركه، في ثقه، رغم اللي كتب ممكن عليا انا شخصيا في جورنال كل ده كلام واحد بيقول لي ما قاليش صباح الخير يطلع قد فيها بلاغ. طب ماشي، بس هل في بلاغ ده ليه ارضيه بقى؟ انا ارتكبت جرائم يعني عشان لا. انما اهو النهارده منصور ده مطيع عليه، خلاص تعال نخبطه بلاغين. وللاسف ما بنشوفش البلاغ الكذب، جريمه بلاغ كذب مش مفعله.
من حق المجتمع، من حق المستثمرين الغلابه دول، من حق كل حاجه ان هو البلاغ الكاذب يفعل. صحيح، ان لأن هو المستثمر بيتضر في الآخر. اي واحد يتقدم بلاغ لازم الشعب ياخد حقه، ولازم القانون ياخد مجراه، وسياده القانون تحترم. انما اذا طلع البلاغ كاذب لازم ده برضه ياخد حقه، لانه ده استغل وثبت مجتمع. يعني ده انا بشبه البلطجي بيطلع بسنجه على واحد، ده بيطلع بسنجه يثبت مجتمع كله، ويخسر بورصه ويخسر سوق ويخسر مستثمرين ويهدد سمعه ناس ويشوه سمعه ناس. ده نوع من البلطجه، بلاغات الكذبه نوع من البلطجه اللي لابد ان احنا نواجهها في المرحله اللي جايه دي. من النقد اللي بيوجه للشركه ان استراتيجيه الشركه مركزه بشكل كبير قوي على فكره المسكن البديل او المصيف، اللي ممكن يشهد بعض التقلبات عكس الشركات اللي بتركز على المسكن الاول. فهل الشركه بتفكر تغير الاستراتيجيه يبقى في بدائل استثماريه اخرى؟ جدا. حضرتك لما تيجي نروح مثلا لسوريا، لا سوريا مسكن اول. طرطوس مثلا، طرطوس دي اولا فيها حرمان رهيب، يعني فيها سوق متعطش بطريقه فظيعه. احنا عندنا رخصه 3500 وحده ما شاء الله. لما طرحنا بعنا بيع فوري، اول عمرتين بعناهم، اول طرحناهم في اسبوع ما شاء الله كنا بايعين 80% منهم ما شاء الله. هناك ده سوق اول، لان المدينه دي عندهم سكانها يمتلكوا 800 سفينه في البحر المتوسط. عندهم 75% من تجاره العراق سكان طرطوس دول، فده مسكن اول. طب بس ما أيضاً تاثرتوش بالاحداث الجاريه دلوقتي في سوريا؟ دلوقتي الناس حاطه ايديها على قلبها بتقول ندفع فلوس ولا ما ندفعش فلوس. انما احنا مش رايحين نشتغل اسبوع وماشيين. دي بلد واحنا رايحين نشتغل فيها ونقعد فيها ان شاء الله ونخلص مشروعاتنا فيها، واحنا واثقين في السوق. هناك سوق جميل ورائع هيستقر وهتأدى الامور. شهرين 3 4 في عمر اي مشروع، ده شيء احنا نقدر نجيبه في التنفيذ ونعوضه في التنفيذ سهله جدا. ارض بورتو طرطوس هل بتمتلكها الشركه ولا هي مشاركه؟ مشاركه انما مع حكومه هناك، يعني الحكومه ليها حصه في الارض هناك. احنا هي شركه هناك منها حكومه داخل فيها مجلس بلديه طرطوس نفسها. ان احنا رادمين 180 الف متر في البحر. يعني ارض ملهاش زي، كلها في الجمهوريه السوريه كلها ما شاء الله. احنا خطتنا ان احنا ان شاء الله ان هيبدا السوق المصري يفضى الى حد ما من القوه الضاربه اللي موجوده في المسكن الاول. وبالتالي ده هناك مساحه متاحه لعام جروب في المرحله الجايه ان احنا نركز على القاهره ونركز على المناطق اللي هي محتاجه تنميه بصورتها. انما هذا لا يمنع ان احنا رقم واحد في السوق ما شاء الله في التخصص بتاعنا اللي هو السكند هوم. فده احنا كلاسيفايد كده، واحنا ده بنعتز بهذا ان احنا الشركه القادره بفضل الله انها تخلق مناطق جديده، ديستنيشنز جديده. كان فين بورتو السخنه دي؟ كان في حاجه اسمها بقت منطقه. النهارده واحد بيجي ماشي يقول لك احنا جنوب بورتو السخنه 5 كيلو، شمال بورتو السخنه 5 كيلو. كان الساحل الشمالي كان فين؟ كان واحد يروح يشتري فيلا خلاص. انما احنا مكننا فئه عريضه جدا. كان مارينا دي عشان تخشها ما كانش معاك 2.5 مش داخل. احنا ب 285,000 اشتريت في بورتو مارينا، ب 189,000 خدت في جولف مارينا. اذا احنا ما كناش بنخاطب الفئه النيش والفئه المحدوده، انا بنخاطب المجتمع المصري الكبير وبنقول له تعالى من حقك في هذا المكان ان تنعم بمكان جميل، وفي نفس الوقت رحنا خدمنا على الباقي وعملنا لهم مكان يتفسحوا فيه ويقعدوا فيه. فاحنا عندنا رسالتنا التنمويه هنكمل فيها ان شاء الله، واحنا مؤمنين ان احنا مصر نعرف نعمل فيها كمان 20 30 بورتو. انما الى جانب هذا احنا خارجين بره، ان احنا مؤمنين برضو ان احنا نقدر نكون سفير جيد لمصر ان شاء الله، ونقدر عندنا تجربه تنمويه نقدر نحققها في حاجات اماكن كتيره في حوالين العالم. حضرتك اثناء الاتصال التليفوني عملته اجريته معانا من حوالي اسبوعين، قلت لنا هتعلن لما تيجي تشرف ان شاء الله في البرنامج عن مشروع كبير. نعم. وخلينا ننفرد بيه بقى. احنا ما نقدرش اعلن النهارده، لسه ما مضيتش، وتعرف يعني في قواعد في الافصاح محدده لازم التزم بيها. انما احنا ما شاء الله ماشيين في حاجه حلوه قوي، ونتمنى ان ربنا يوفقنا ونوقع قريبا. ده في تركيا باذن الله. تركيا ان شاء الله. وده هتبقى خطوه جديده بنخش بيها سوق جديد، سوق فيه استقرار عالي جدا، في معدلات نمو عاليه جدا، في طلب عالي جدا على الشراء، في ما فيهوش بورتو. وبالتالي بورتو تقدر تكون شيء مختلف تماما وجديد تماما ويضيف ويستفيد.
حجم التاثر اللي تاثرته الشركه في تداعيات الثوره بقى ما بعد الثوره، هل كان في كنا قرينا خبر كده في عمليات تخريب مباشره مطعم المطاعم؟ واحد مطعم واحد فقط قعد اسبوعين، وضبناه في اسبوعين وفتح تاني، كان في كارفور المعادي. المطاعم بدات تعود الى مبيعاتها الطبيعيه، انما لو خدنا الفتره كلها هنلاقيها متاثره لسه ب 15% في الربع الاول. انما ان شاء الله نتمنى ان الامور تستقر ونقدر نعوضها بشويه كامبينز وشويه بروموشنز. هل كان في الغاء حجوزات او في تراجع في الحجوزات عموما في الشركه، الحجوزات الجديده؟ الفنادق لا، حجوزات ما شاء الله. احنا يعني هو ده هنا بيبان برضو ما شاء الله ثقه الاسم وقد ايه الناس عشنا معاها. انا بقالي 20 سنه بشتغل في العقار، في 20 سنه تراكميه تعاملاتنا بين وبين الناس، بيشتروا مننا وبنسلمهم وبياخدوا حاجه احلى من اللي هم كانوا شارينها وبيستمتعوا فيها بفضل الله. ف يمكن الظاهره دي عندنا ظاهره تكاد تكون مش متشافه. انما جينا مثلا في الفنادق، طبعا حصل هجره كامله للفنادق، كل الفنادق كانت فاضيه، ولذلك طلعنا ما شاء الله برضو فكره ربنا وفقنا ليها ان احنا قلنا ايه، نبطل نبيع فندق، نبيع اكل. 4 بوفيه وليله مجانا، اتملى الفندق 100% ما شاء الله. فانا قصدي ايه، احنا بنحاول، احنا بنناور، احنا ماشيين بسفينه بحر عالي، موج متقلب، ما انتش عارف جاي لك منين، كل يوم حاجه شكل. اهم حاجه عندي سلامه الناس اللي راكبه معايا، اهم حاجه عندي الاباده. خلي بالك من حاجه، انت يمكن انا عندي مساهم بيقدر يجي لي في جمعيه عموميه او بيستنى انا هفصح له بايه، انما انا عندي مساهم عارف نيتي ايه، الوقف. الوقف ده من ربنا، شركه الوقف ده بيحاسبني على نيتي. كنت ناوي تعمل ايه، مش اتصرفت في ايه، كنت ناوي تعمل ايه. فاحنا بندير هذا المال. شركه الوقف مش ناويه انها تبيع حصه اخرى الوقف في السوق. الوقف اتصور الوقف المصري له دوره في المرحله دي. والوقف المصري احنا لابد نقف جنب البلد دي، ويمكن هو ده التايمنج اللي الوقف لازم يخدم ويعمل مستشفيات ويعمل مدارس ويعمل حاجات كتيره. تمام. انما احنا كنا يمكن كمجموعه كنا مستنيين لما تهدى الاتهامات شويه وتهدى الدنيا شويه، عشان ما يبقاش لو قلنا احنا عاوزين نعمل حاجه يقول لك هم بيعملوا كده ليه، يا ترى بيحوشوا عن نفسهم ولا بيعملوا ايه. طيب. انما الوقف له دوره، واحنا هنقابل الحكومه وهنقعد معانا. احنا حريصين ان احنا ندي الوقف ده. كان قرار ان احنا نقسم الرغيف مع شعب مصر. تمام. احنا مجموعه عامر ما كانتش بتفكر تخطف حاجه من شعب مصر. مجموعه عامر هي المجموعه اللي قسمت رغيفها مع شعب مصر. طيب استاذ منصور، وقتنا عدى بسرعه جدا، بس انا عايز اختم بسؤال لرؤيتك بشكل عام للوضع الاقتصادي، ولو في كلمه حابب توجهها لحاملي سهم الشركه في النهايه اتفضل بيها. اولا حاملي سهم الشركه، سامحونا على اللي بيحصل في السهم، انما انا مش مكلف باداره السهم، انا بدير شركه. واعدكم ان احنا يعني الحمد لله بنديرها بامانه وباقتدار بفضل الله، وماشيين في سكك امنه بنبحر بيكم بامان، وانتم في امان في عامر جروب ما شاء الله. فخليكم مع السهم شويه وبلاش تستعجلوا، ما تحققوش خساره. الايام اللي جايه حلوه، وفكروا في عامر جروب هتبقى ايه. فكروا بعد ما الفرز اللي بيحصل البوتنشال اللي قدام عامر جروب شكله ايه، وراهنوا على هذا واهدوا. ما حدش بيخش في سهم عقاري يبقى عاوز يخرج تاني يوم، ده سهم بتستثمر فيه ليك واولادك، اقعد فيه، ده عقار، ده اصول كلها. زي ما قلت لكم النهارده السهم لو صفينا الشركه دي تاخد ضعف قيمه اصول، ضعف قيمه اصول، و35% من الورقه فلوس. فده مهم جدا. الحاجه اللي عايز اقولها لمصر، مصر الدنيا، وانا بفضل الله وباذن الله انا متقدم بمشروع جديد باذن الله اسمه خارطه الامل. خارطه الامل اتمنى هي رؤيه، اتمنى انها تكون هي الامل، اتمنى انها تاخدنا وبسرعه وفورا من اللي احنا فيه ده الى ان كل واحد يرى امل. حاله الثوره اللي موجوده الناس منزعجه، سقف الطموح عالي جدا، انما مش عارف هيحقق سقف الطموح ده ازاي. هو كل ده في انتظار بصيص نور، نمشي في اي اتجاه. ازاي هقدر احقق السقف ده؟ ازاي احقق العداله في التنميه؟ ازاي انا اللي ما خدتش حقي في التنميه اللي فاتت هاخدها؟ كان بيقول لي معدلات نمو ما بتوصليش، ازاي توصل لي؟ ازاي احس بيها انا في اسوان، في سوهاج، في بني سويف، تجي لي ازاي عندي؟ ازاي احقق معدلات تنميه؟ ازاي اقضي على البطاله؟ ازاي اقضي على الفقر اللي موجود؟
ازاي اقوي قوه الدوله الائتمانيه عشان تقدر تعمل استثمارات اكتر. دي رؤيه او دراسه حضرتك عاملها يعني؟ دي ممكن دراسة الحمد نطلع عليها لله. ممكن ولا انا ان شاء الله ممكن نناقشها في حلقه اخرى لو حضرتك اتمنى فاضي اتمنى يعني. انا ان شاء الله هنقدمها خلاص وهتبقى مطروحه للبابليك شغل. ان شاء الله. عموما يعني حضرتك برضو خدنا منك وعد ان في ممكن هيكون في توزيع ارباح على المساهمين. لا، اقتراح أنا اقتراح هقترح. من مجلس الاداره. انا قاعدك ان انا اقترح. تمام. انما ان شاء الله يعني يكون في الجماعات إن شاء جمعيه الله. عموميه وعند مجلس الاداره لابد الاثنين يوقفوا. استاذ منصور عامر رئيس مجلس اداره عامر جروب، بشكرك يا فندم على وجودك معانا، نورتنا. شكرا لك. بشكركم مشاهدينا، نشوفكم بكره ان شاء الله مع البورصه اليوم.